بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم نزلت الشوارع استكشف. طبعا من الدقي للتحرير لكورنيش مسبيرو لما بعده. موقفين تمركزات أمنية كده بسيطة. أنا عربية كل كام كيلو متر. آه، وعند كوبري قصر النيل في واحد مخنث واقف تحت الكوبري، ومعاه واحد مخبر ولابسين مدني بيوقفوا كام شاب يسألوا على البطاقة. حركة غبية كالعادة، حركة مستفزة وغير قانونية. إن أي ضابط أو أمين شرطة أو مخبر يوقف مواطن بدون وجه حق وبدون إذن نيابة وبدون سابق معرفة وبدون اشتباه، ويقول له هات البطاقة أو يفتشه، ملوش حق قانونا. افهموا كده يا شعب، افهموا كده يا شباب. لو قابلكم قولوا له انت معاك اذن نيابة بس، حتى لو شدك على الاسم بتاعه يخوفك بس. وللحرص ما تاخدوش معاكم موبايلات عليها حاجة، او خدوا موبايل صغير ابو زرار من غير كاميرا، او بلاش موبايلات خالص اليومين دول لحد ما ان شاء الله ننتصر ونخلص من الوساخة دي والنجاسة دي. لانهم شوية مخنثين. آه، طبعا هم خايفين واقفين طبعا يعملوا نفس الحركات، بس شكلهم باين عليهم الخوف وانتوا راعبينهم. والله عايزين تنزلوا اهلا وسهلا، يبقى عملتوا لنفسكم ومستقبلكم ومستقبل بلدكم وولادكم واحفادكم ولدينكم ولوطنكم، سواء مسلم او مسيحي. مش عايزين، ادي البلد اهي قصادكم، وان شاء الله هتنزلوا غصب عنكم. وبعد كده هتشوفوا السساوية نفسهم، اللجان اللي طلعت تعرس طول الشهور دي والأيام اللي فاتت، هم أول ناس هيعيطوا، صدقوني والله. وبتوع الشرطة مش هيلاقوا ياكلوا، وقابلوني بقى. هم أحرار. وحتى لو حاول حد ينقذ السيسي هتبقى مدة وبرضك هيرجع تاني. يعني البلد منكوسة نكسة. هو بنفسه بيقول لكم عايز 250 مليار للتعليم و100 ولا 200 مليار للصحة. شوف مين هيرضى يديله المليارات دي؟ يعني ده قطر كتر خيرها يعني. الأمير تميم راح اتبرع لمصر اهوت عشان اداله 1 مليار. الراجل يعمل أكتر من كده، يعني قطر مستثمرة ومدياله استثمارات عشان هو راجل مخنث السيسي، وراجل نجس ويهودي، فبيضيع الفلوس على مزاجه زي المدمن اللي بيشرب كل شوية عايز ها. فالراجل يعني قطر مع انها واخدة لمؤاخذة اتشتموا واتهانوا واتخرب بيتهم بسبب المخنث بتاع الامارات والمخنث بتاع السعودية وبتاع الكويت والسيسي اللي عملوا رباطية عليهم. وهو الراجل حط 1 مليار في البنك المركزي، هيعمل ايه اكتر من كده؟ كتر خيرهم والله، دولة محترمة. وطبعا بتوع السعودية المخنثين اللي دفعوا المليارات ليه عشان يخرب بيتنا ويجوعنا وفقرنا بأوامر من اليهود ومن أمريكا. والإمارات المخنثة برضه دفعت له مليارات وضيعها. عرفتوا بقى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فهو مفسد. وديكوا شفتوا مهما هتدوله صدقوني مش هينفع، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وكلام ربنا مش هزار. والله عايزين تاخدوا كلام ربنا هزار زي الكفرة والملحدين والعلمانيين، انتوا احرار. احنا دلوقتي في وقت يشبه وقت فرعون لما كان بيحارب رسالة سيدنا موسى عليه السلام. كان سيدنا موسى برضك هو معه ناس صالحين، وكان بيدعو إلى الله والتوحيد وكده، وراحوا برضك قاعد فرعون وقومه يحاربوا سيدنا موسى. نفس اللي بيحصل دلوقتي، فرعون اللي هو السيسي واللي معاه. ونزل عليه عذاب، العذاب اللي هو احنا فيه دلوقتي شايفينه. فقر هتتقرصوا من جوه، هتتقرصوا زيادة. هي بتبدأ من تحت لفوق. وتفتكرش انت نفسك غني يبقى بعيد عن لا. إيه كمان عايز اديكوا عبرة من القرآن. ان قوم سيدنا موسى اللي هم بني اسرائيل لما راحوا عبدوا العجل زي السيسي كده، آه، ربنا قال لسيدنا موسى قول لهم طب اقتلوا انفسكم ان كنتم صادقين عشان اغفر لكم. اقتلوا نفسكم بقى، تقدروا تعملوها شرطة